على اننا نخرجوا مقاولات من خلال هذه التعاونيات ومقاولات اللي عندها كذلك الهدف اجتماعي. كما تعرفوا بانه هاد الاسواق المتنقله اللي عرفتها مجموعه ديال الجهات ديال المغرب وجهات سوس مسا اليوم تحطها في حله تناسب الانتظارات، يلا غادي نقيسوا بها قريبا واحد 160 عارضه وعارض. شكرا للسيد نائب المحترم، شكرا للسيد رئيس المكتب الجهوي المدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، شكرا للحضور الكريم. انا كنتمن هذه المجهودات في المجلس وكنشد على جميع الفعاليات اللجان ولا من السيد الرئيس اللي عنده المام بهذا القطاع. حنا كنعرفوا بان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اصبح بديل سوسيو اقتصادي لتسريع التنميه. كيف انا كنزيد واحد الرقم ان عندنا وطنيا اكثر من 700,000 متعاون ومتعاونه بهذا القطاع. كاين شي تاثير على الاستهلاك، على الديناميكيه التجاريه ديال المعرض، واش غيكون واحد التاثير بالنسبه للتضخم على الاستهلاك ديال الناس؟ السؤال الثاني هو كنعرفوا بانه يعني جميع القطاعات تضرروا من بعد الجائحه، والقضيه ديال الصادرات سيرتو بالنسبه للاقتصاد التضامني الاجتماعي، واش يمكن نعرفوا نسبه ديال الارتجاع ديال الصادرات بارابور لين ريفيرونس اللي هي 2019؟ شكرا. على السؤال الاول، لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالضبط، هذا الاسبوع ديال نهايه السنه؟ واش كاين شي بغينا نعرفوا السر من وراء هذا الاختيار ديال هذا الاسبوع؟ والسؤال الثاني، واش هاد الاسواق المتناقله غادي يكونوا في الجهه ولا مستقبلا يكونوا خارج الجهه ولا خارج الوطن ان شاء الله؟ الظرف اللي كيجي فيه هذا المعرض من طبيعه الحال كاين راس العام اللي هو واحد المناسبه المهم على برغم الظروف اللي كاينه، فكيكون غيكون واحد الاقبال، ولكن هو اقبال ديال راس العام كنعرفوا محدود. غير السؤال هنا كيطرح على دور الاعلام، ما كنقصدش ندور صحفيه وغادي نحطوها قال فلان قال فلان، ولكن الاعلام الاقتصادي واحد الاعلام اللي يكون جذري واللي يكون عميق واللي يكون حتى هو مستدام. حنا كنقولوا بالكلمه المستدامه ولكن بالاعلام المستدام، يعني اننا نستغلوا جميع الفرص اللي ممكن نسوقوا بها المنطقه ديالنا على المستوى ديال الاقتصاد الاجتماعي. اولا بدايه قبل انني نذكر على هذه التظاهره الجهويه اللي ينظمها مجلس جهه سوس مسا بالشراكه مع وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولايه جهه سوس مسا والشراكه مع وبتعاون مع المجلس الجماعي ديال اكادير والغرفه. باش نشكر الحضور ديال الاعلاميين لهذه الندوه الصحفيه اللي كنعتبرها بانها هي مهمه جدا من اجل اننا نوصلوا المعلومه لكل ساكنه وكذلك الزوار ديال المدينه. كتعرفوا بانه يوم 29 من هذا الشهر هذا غادي يكون الافتتاح ديال هذه النسخه الاولى، واللي غادي تهم ولا غادي يشارك فيها اكثر من 160 عارضه وعارض اللي كيمثلوا الجهه ديالنا وكذلك اللي هم زوار ديال الجهه من اقطار افريقيا. مجموعه ديال كذلك العارضات والعارضين اللي كيمثلوا الجهات ديال المملكه 11 الاخرى غادي يكونوا حاضرين معنا في هذه التظاهره هذه، واللي مجلس جهه سوس مسا بقياده السيد الرئيس كريم الشيخلي كيعطيها واحد الاهميه قصوى وكيعتبرها بانها لابد انها تخض من العنايه ما يكفي، لانه كل الارقام وكل المعطيات كتعطي جهه سوس مسا الرياده في هذا المجال ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والبدايه ديالو وهي هذا التنزيل ديال هذه الاتفاقيه هذه. ولكن هناك عمل كبير جدا اللي كيقوم به المجلس ديال الجهه من خلال يعني مواكبه العاملات والعاملين بالقطاع في القطاعات المختلفه داخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
واللي كيهم المواكبه ديالهم على مستوى التقني، على مستوى ديال التكوين ديالهم، وكذلك التمويلات اللي هي غادي تكون حاضره من بعد ما يخرج القانون الاطار اللي كتعدو الوزاره بشراكه مع كل يعني الجهات اللي كادت فيها مقترحات. وكنظن على انه مجلس الجهه واعي بالاهميه ديال هذا القطاع هذا اللي ما يلعبوا من ادوار كبيره في مجال ديال التشغيل، في مجال ديال تثبيت الجانب الاجتماعي، وكذلك ترسيخ الثقافه اللي معروفه على مستوى ديال جهه سوس مسا واللي هي ثقافه ديال التضامن. كنتمناو على اننا نكونوا يعني في البدايات ديالنا مع هذا الورش الكبير ديال ورش ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي كنعولوا عليه بزاف، واللي كنراهنوا على انه غادي يحل مجموعه ديال الاشكالات اللي لا يمكن انه استراتيجيات الاخرى انه لوحدها يمكن ان تحله، ولكن لابد ان تكون مثل هذه يعني المواكبات ومثل هذه النماذج ديال الاقتصادات وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعني كوعاء يمكن انه يدخل ولا انه يستقطب واحد المجموعه ديال الشباب في مجموعه ديال القطاعات، ليس فقط كما هو يتخيل الناس انه فقط هو في المنتوجات المحليه او في الصناعه التقليديه، ولكن يتسع لمجالات اخرى اللي هي في المجال الرقمي، في المجال ديال البيئه، المجال ديال الصحه، المجال ديال التعليم، المجال ديال المقاوله الى غير ذلك. لابد اننا يعني نشتغلوا بشكل كبير من اجل اننا نوصلوا لهذه الاهداف هذه اللي هي ترسيخ اولا المبادئ ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اننا نفتحوا مجالات ديال خلق المقاولات الاجتماعيه باش يمكن لها انها تكون حاضره بقوه، وان التعاونيات انها تتحول الى مقاولات حقيقيه اللي يمكن انها تلعب الادوار ديالها وتخرج من ذاك يعني النمطيه اللي عند مجموعه ديال الناس ان التعاونيات يساوي هشاشه. نريد ان تكون التعاونيات وكل الذي يشتغل في هذا القطاع هذا يعني وهو الرخاء، وهو انه يعني انه تيلعب ادوار كبيره جدا في كل الميادين اللي تتعود بالنفع للعنصر البشري اللي هو البدايه والمنتهى بالنسبه لنا. فضل الخرشي المدير الجهوي للصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه مناسبه كبيره انه نحضروا لهذه الندوه اللي كتسلط الضوء على واحد التظاهره اللي هي مهمه تهم الاقتصاد الاجتماعي، وهي النسخه الاولى من الاسواق المتنقله اللي احنا كنهدفوا منها، بالاضافه الى كونه فضاء للتسويق الى غير ذلك، كذلك فضاء مجموعة من الأنشطة اللي هي أساسية والتي تهم العارضين، خصوصا التكوينات، خصوصا في مجالات التسويق، التسويق الإلكتروني، التعاونيات، إلى مجموعة من المجالات. إذن وبالإضافة إلى ذلك هنا كذلك احنا بغينا هاد الناس بعد انقطاع هذه المعارض لمدة سنتين بفعل تداعيات جائحة كورونا، بغينا هاد الناس يتنفسوا، يخرجوا انهم يسوقوا المنتوج ديالهم، يخرجوا يتلاقاو مع ناس اخرين من جهات اخرى، انه تكون واحد التنافسيه، يكون يكسبوا تجارب اخرى. بالاضافه الى ذلك هناك اجانب خصوصا من افريقيا مشاركين. اذا احنا بغينا نبادلوا مع هاد الناس سميتو، هذا بطبيعه الحال كيحث الناس ديالنا انهم يبتدعوا ويبتكروا ويبانوا في واحد الحله جديده وواحد القيمه المضافه للقطاع. نعمه السعديه عضوه بجهه سوس مسا. حضوري اليوم الندوة اللي انظمتها الجهة بمناسبة إن شاء الله افتتاح الأسواق المتنقلة في دورته، هذا المعرض اللي غيكون في دورته الأولى إن شاء الله. كنتوخاو من وراه إن شاء الله تحقيق إقلاع اقتصادي في المنطقة، لأن كنآمنوا بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح رهان بجانب الاقتصاد العام والاقتصاد الخاص. احنا كنعرفوا وطنيا أن عندنا 700 ألف متعاون ومتعاونة، فهذا كيحكم علينا نآمنوا بأنه هذا بديل
السوسيو اقتصادي لتنمية سريعة. الأسئلة اللي طرحت في القاعة من طرف الإعلاميين اللي تنحترمهم، اللي كانت أسئلة قيمة عن توقيت هذا المعرض، كيفاش تنظم، نوع ارقام المعاملات اللي كنتمناو كنتوخاوها، شنو هي الانتظارات ديال التعاونيات او الانتظارات ديال الجميع من بعد هذه الدوره شنو غادي يكون. فكانت كلها اجابات خيمه من الاخوان اللي من الجهه ان التوقيت هو مناسب. حنا كنعرفوا بان هذه عندنا عصفور تنضربوا عصفورين بحجره واحده. هذه هي الوقت اللي خرجنا من فصل الخريف اللي هو تيتبقى الثمار عاد تلقيناها وعاد كان الجن ديالها بالنسبه للمنتوجات اللي غنخدموا عليها. كذلك هي وقت الذروه سياحيا، لانه نحن على أهبة ومقبلين على ان شاء الله استقبال سنه جديده. يعني راس السنه كنعرفوا بانه كتكون فيه سياحه خارجيه وسياحه وطنيه. هذه هي الاسئله اللي طرحت، وانا كنتمنى وكنطلب من ساكنه جهه سوس مسا ان تعطي قيمه لهذا المعرض، وتعرف بانه الربح الحقيقي اللي كنشوفه انا من وراه وهو يرجع على هذوك المتعاونات اللي غادي يوصل لهم ان شاء الله هذا العمل كله، وغادي نضمنوا ان شاء الله استقرار الساكنه اللي كاينه في سفوح الجبال وكتشتغل على الصناعه التقليديه وعلى المنتوجات الفلاحيه والمنتوجات المحليه ديالها. فهذا هو الرهان اللي انا كنآمن به وسنتمنى الجميع يتفاعل فيه. وشكرا. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.